السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون خوتي، جينا نحكوا على ولادنا واسمو بوعناني شتو. ما عجبنيش اليوم بكل صراحه، رغم انه المعلق تكلم عليه مليح، بصح انا ما عجبنيش. جينا نحكوا على الحاج موسى، خسروا زوز زيرو، ونيس واسمهم شتوتغارت خليتهم خاسرين زوز زيرو. يعني خرج بوعناني كانوا ان زيرو، ضربت الله هكذا قبل ما ندير الفيديو كانت مازال دقائق معدوده ويخلص الماتش، يعني بوقت بدل ضائع. سجلوا لهم هدف بعد خروج بوعناني. وعيسى مندي ما شفتش المباراه، لكن نوري لكم واحد لقطاتهم بعد ثاني كدا تنقيط خرافي. وعندنا ثاني تصريحات تاع بيتكوفيتش على بولبينا وعلى بكرار اللي غير مقنعه. وبكرار هدايا انا نحتاجوه في المنتخب يا خوتي، ما نتمسخروش. دوك ندخلوه في التفاصيل تاع التفاصيل. نبداو عيسى مندي، رغم عنده الصفرة داي 8.8، قول 8 التنقيط تاعو 8، يعني من اعلى التنقيطات. حارس المرمى 9 ودهرج المباراة، وهذاك هاردسون هذاك داي 8.2، وثالث احسن لاعب في المباراة عيسى مندي. يعني لو كان مشي البطاقه الصفراء كان يدي. يعني شوفوا خوتي، انقذهم من هدف كيما راكم تشوفوا في الصور لهنايا. هدف يعني تقدر تقول انقذهم زوج نقاط. يعني راهم خلصت المباراه 1-0، ربحوا 1-0 في روما هكذا ولا لا؟ يعني لو كان تسجل هدف اللي تخسر زوج نقاط، راك شايف يعني تقريبا هو خلاهم في 3 نقاط. عيسى مندي الله يبارك، ورغم ذلك مشي يعني باش يشد بلاصتو اساسي في المنتخب. كبر، نسحقوا الخبره، ماشي لازم نطردوهم من المنتخب. كاين لاعبين اللي فريمون صح لازم يروحوا، ما راهم يقدموا والو للمنتخب. عيسى مندي يقدر يبقى ويمد الخبره، يعني ماشي باش يدير اساسي. نحتاجوه في الخبره، نحتاجوه في مباريات لازمه و كي هو كي رياض محرز، كي يوسف باللايلي، كي كذا. نجو لوسمو، نتكلموا على بوعناني ما داش تنقيط مليح، دا 6.5. انا فاش ما عجبنيش، عجبني في بعض اللقطات وما عجبنيش في بعض اللقطات. في بعض اللقطات اللي عجبني عنده التمريرات فنيه، عنده التمريرات بار اكزومبل كي يدير لك سويتش، تشوف الحركه تاع رجله والحركه وكيفاش يحطها لك تاع بروفيسيونيل، يوصلها لك يعني مليمتريه. يعني عنده نظره في الملعب بكل صراحه. كان في الدقيقه ال 25 ولا الدقيقه ال 20 في الديفونس، كانوا في الديفونس صاحبه عطاله البالون، كاع كانوا متلمين منك كيفاش سويتشاها من الجهه اللي من هي تحير، كيفاش شاف اللاعب هذاك ووصلها له وحطها له في رجله. اما ستيل دو جو تاعو اللي راني نشوف فيه لهنايا في شتوتغارت، انا قلت يا اخي لا تشفاو. قلت في نيس بالك نيس ما خرجتش عليه هذا يا بوعناني. راني نشوف انايا الستيل تاعو اللي راهو يلعب فيه في شتوتغارت، نفس الستيل اللي راهو يلعب فيه في شتوتغارت، اللي كان يلعب فيه في نيس، نفس الطريقه اللي راهو يلعب بها. ما يشكلش خطوره كثير. تيره واحد التير على المرمى يعني سهله تقريبا، عطاها للحارس، كان قادر يمرر او كان قادر يتيريها بقوه اكبر. يعني الحارس واقف عطاها له ديريكتلي وخفيفه. فاش النقاط هذيك اللي ما عجبتنيش، دار واحد المراوغه، كروشي الاول دوزيام وشغل تلفت له في لي كروشي، شغل دار كروشي وعاود دوزيام وعاود شغل تاع فكرني بالحاج موسى اللي غير الطريقه تاعو. راني جاي ليها، شفت المباراه كامله وراني نتبع فيها هاد الايام، راني نقول لكم الله يبارك على كل حال. فكرني بالحاجه موسى يقعد الاولى دوزيام طروازيام كاتري يا بزاف، اطلق عليك كروشيت الاولانيه تيري ولا لازم مرر ولا زيد دوزيام هيا معليش طروازيام كاتريام قعدوا حاكم قاعد غير تكروشي نتايا بزاف. انا ما عجبنيش بكل صراحه، ما عجبنيش ويكمل بهذه الطريقه. هو الخنوسي يلعب معاه مليح المغربي هذا، كي يدخل الخنوسي ولا يميل بزاف لجهته. ولكن انا ما نحكيش على لاعب ثاني، نحكي على الاداء تاع ولينا. بكل صراحه انا ما عجبنيش اليوم، مخيب الامل تاعي. ما شكلش هذيك خطوره، ما عجبنيش ما عجبنيش. كل واحد وراه المعلق عجبه، انا ما عجبنيش هكذا ولا لا لا. نجو لحاج موسى. حاج موسى خاسرين 2-0، خسروا 2-0
ما على باليش دوك يهبط ولا يطلع التنقيط، لان غير خلصت المباراه خرجت انا عنده احسن تنقيط في النادي تاعو 7.6. لعبوا ضد استون فيلا. يا خوتي اللي شاف المباراه يشوف باللي استون فيلا عندهم واحد الحارس خرافي خرافي. يعني كي نجي نشوف مباراه تاع شتوتغارت ما حاولوش بزاف على المرمى والحارس انقذ، ولكن كي تشوفوا المباراه تاع استون فيلا تشوفوا باللي فاينورد كانوا احسن، سورتو في الشوط الاول. استون فيلا بداو العشر دقائق ربع ساعه الاولانيه خلعوني الانجليز طق 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 طق، قلت له فاينورد من بعد حكمتها فاينورد. يا خوتي المعلق تسديده تسديده كل دقيقه، تسديده تسديده تسديده، والحارس يتشبك ويتقمط ويجبد فيهم. مام حاج موسى تيرا من اروع ما يكون، شغل على طريقه رياض محرز في الكوانه هذه وقويه. راني نقول لكم الحارس كيفاش شد هذاك اللي عندهم واحد الحارس رتيله يا بن عمي اخطوباط، هو اللي يعني الحارس نورمالمون هو اللي يديها رجل المباراه. والله ما شفته، دخلوا شوفوا في سوفا سكورت بالك تلقاو الحارس تاع استون فيلا بالك هو رجل المباراه ولا تقريبا اعلى تنقيط على كل حال. حاجه موسى الشيء اللي نرفع له القبعه فيه وعاجبني فيه انه بدل العقليه تاعو، بدل الستيل دو جي تاعو، وهذا هو اللي كنت متمنيه منه. هذيك المراوغات الزياده واحده زوج ثلاثه وزيد كركروا في الارض وزيد وصلوا حتى للتوج، زيد عاود كركروا وقعد ديه طلعوا لا ديفونس زيد كركروا، تقعد انت حكم جوار وانت تكركر فيه. العب لعب فيرتيكال فيرتيكال يعني نحو المرمى. يعني واش معناتها؟ مرات لازم لمسه بالون، رجع يدير لمسه بالون يا خوتي، رجع تجيه بالون بابي يدير روتري يجيه بالون من ذاك يراوغ. كاين بلايص وين يراوغ، هذه هي اللي قلتها له انا اختار، قلت له كاين من ذاك وين تراوغ بصح ماشي انت وين تحكم بالون تقعد تراوغ وتشطح. نو رجع باغ اكزومبل نشوفوا الستيل تاعو يهبط له الظهير يعطيها له دير، غير جي بالون الظهير يهبط له يعطيها له ديريكت. يعني تحسن من اللعب تاعو، تحسن من طريقه اللعب تاعو ولا ما يضيعش الوقت، وهذا شيء رائع جدا. حاول علاش تا تنقيض مليح من واحد التمريرات يا خوتي الحارس واش راح دير من التمريرات وحده حتى شافوا الفار لهذاك الشنوي اللي يلعب معاهم مدلو تمريره حطنا له في راسو خبطها. انا قلت به التمريره حاسمه والو، زيد تمريره ثاني خباط ثاني براسيه الحارس، تمريره تيري حارس مد لهم واحد التمريرات. لو كان ماشي الحارس لو كان اقل شيء راهو خارج اليوم حاج موسى بهدف وزوج تمريرات حاسمه اقل شيء هذه. يعني قدم اداء مليح، ما كتبتلوش يماركي وما كتبتلوش باش يمد اسيست، لان الحارس تاع استون فيلا خرافي بمعنى الكلمه. نجو الموضوع تاعنا بولبينا وبكرار. انا راني نركز بزاف على بكرار، مام بولبينا يستحق مكانه في المنتخب الوطني الجزائري، راهو دايو دوكا بوقرا معليش وكذا منا. في المؤتمر الصحفي سقساوه على بوعناني باغ اكزومبل، جاب بوعناني كي قال لهم باغ اكزومبل بوعناني وي راهو في شتوتغارت راهو تما راهو يلعب وراهو يقدم اداءات ملاح وكذا منا. يعني هاوليك علاش جاب بوعناني. بعد كي سقساوه على بكرار وسقساوه على بولبينا، وما شاء الله هكذا يعلموني الصحافه هذيك تاع الاستعداد واستحمار والتطبال داخل المؤتمر الصحفي. نو عندك اسئله لازم تطرحها والمدرب لازم يجاوب، ما تجرحش المدرب كيما شحال تخلص هذيك اللي كنتو ديروها زمان وتقعدوا تعيطوا التليفونات. نو رانا احنا مع الاحترام، اي مدرب احترام كيما جمال بالماضي كيما بيتكوفيتش، ولكن اسئله. عندي واحد الفيديوهات شحال مختاره قلت للصحافه، انا دومونديت الصحافه قلت لهم ما تعرفوش تسالوا جمال بالماضي، احرجوه طلقوا عليه اسئله يعني رياضيه مفيده وحرجوه. نحب هكذا تحرج المدرب في المؤتمر الصحفي كي تكون صحفي ماشي تبلاه، تحرجوا باسئله حقيقيه. قال كيفاش اللاعب هذا عنده احصائيات واللاعب هذا ما عندوش احصائيات، حرجوا. وهذه اللي شفناها ثاني اليوم في عند بيتكوفيتش. فلما سقساوه على بكرار راني حكيت لكم واش حكى على واسمو على بوعناني، راني من بعد سقساو على واسمو بولبينا. واحد الصحفي عطالو اسئله على بولبينا وعطالو الاحصائيات تاع بولبينا، قال له راه مساهم في 7 اهداف ولا ما على باليش، بكرار راه مساهم في واقع في 6 اهداف نسيت الله. المهم عطالو احصائيات رائعين
لكلا اللاعبين. قال له بكرار كل ماتش راهو يسجل، راهو داير حاله في دينامو زاغرب. الجواب تاع بيتكوفيتش غير مقنع تماما تماما، ومنتقد معاه كي يحكي على لاعبين واحد اخرين هكذا ولا لا. كاين اللي راه يحكي يقول لك علاش ما جابش بن نصر عنده بزاف ما لعبش يا خاوتي، غير كيما راح لدينامو زاغرب وما بداش. اول مباراه بداها اساسي، لعب 90 دقيقه مشي تاع خليه بالعقل يقدر يجيب اسماعيل بن نصر من نايل لا كوب دافريك يكون وجد روحو يجي، واذا ما جاش نديروا عليه الضجه، لان يبقى المشكل اللي سمعنا به بينه وبين بيتكوفيتش عندها بزاف كروشه معاه. حاليا ما نلومش بيتكوفيتش كي جا، الانسان ما يكونش يعني الانسان يكون دائما صواب المنطق. اسماعيل بن نصر يا خوتي من الصيف اللي فات حبس يا اخي، راح لمارسيليا. مارسيليا شبع دكه من ذاك البدا هكذا شويه اساسي، من بعد رجعوا يلعبوه دكه، ومن بعد عاودوا رجعوه من سوق الانتقالات ما زادش يلعب كاع، من الضربه تاع مارسيليا ما زادش يلعب كاع، بقى بدون نادي. راح للرادف تاع ميلان، ومن بعد راح واسمه ل... راح لدينامو زاغرب، دخل بديل. الماتش الاخراني دخل اساسي. ما يكفيش ريتم المباراة، ما نقارنوش بلاعبين واحد اخرين، ولا هو عنده اصابه خطيره وترجع له، ويعني ما عنده بصح ما لعبش، امور كاع متجمله مع بعضها. خليه يلعب ما زوج ثلاثه يشد روحه مليح في دينامو زاغرب، كي ما يعطلوش بيتكوفيتش نشعل النار فيه، كي هو كي صديق كي جماعته هكذا ولا لا. الانسان اللي حد الان واقعي راني مع بيتكوفيتش كي ما يعطلو في حتى مشكل. على بكرار وبولبينا، اذكر على بولبينا واش قال لهم؟ قال لهم باللي بولبينا وي راني نشوف فيه وراهو يقدم اداءات راهي كيما نقولوا المستوى تاعو راهو يتضابط، كيما نقولوا راهو يتاقلم مع النادي تاعو الجديد تاع دحيل، راه يقدم فيه مردودات مليحه، ولازم يكمل هكذا ولازم يكمل هكذا ولازم يزيد يسجل اهداف. وانا ما قلتش لازم يسجل اهداف، راه يلعب اتاكو، راه يلعب جناح بوعناني، وبولبينا جناح ثاني على كل حال هكذا ولا لا. زاد هضر على بكرار، بدا يلقى في السبايب على بكرار. بكرار يا خوتي ضد جنوب افريقيا يا اخي لعب، دخل بديل مد اساس، عجب كاع الجزائريين، وانا عجبني وقبلت له الصومبي ديال المباريات اللي لعبهم نهار ما جبناه في الطربوس هذاك اللي درناه في الجزائر، مباريات وديه ضد بوليفيا وكذا. من تما ما زادش بان خبره، ما على باليش علاش من تما ما زادوش عيطوا له. راهو يقول بيتكوفيتش باللي وي صافي بليزير راهو يلعب في دينامو زاغرب، نادي مليح وكبير وكذا، وصح راهو يقدم فيه اداءات مليحه. واش عندك بكرار كيما نقولوا راهو يلعب كيما نقولوا راهو يجي من الجهه اليمنى. ف هذا بيتكو راهو يجي من الجهه اليمنى، شغل ستيل تاع عمور راهو يجي من الجهه اليمنى. يعني واش حاب يقول لكم؟ حاب يقول لكم باللي بكرار هو راس حربة، بكرار هو يجي من الجهه اليمنى، قويري يجي من الجهه اليمنى. هذا هو اللاعبين اللي هذا هو حنا نحوسوا، هذا هو الراس حربة اللي رانا نحوسوا عليه. نحوسوا راس حربة اللي ماشي يقعد يستنى وقتاش يجيه بالون يعطوا له يماركي، ولا كي شفت الاهداف تاعو من الجهه اليمنى هي معليش هذاك واش خاصنا حنا. عندك جناح وعندك راس حربة يميل للجهه اليمنى ويميل للجهه اليسرى. هذا هو المهاجم العصري. المهاجم العصري ما تبقاش تسنى اون بوينت وتقعد تجيك براسيه، شغل سليماني زمان نهار ما بدا سليماني في السيار بيه وكذا، عطي له غير البالون خليه لمسه لداخل. لا، الوقت العصري دوكا عندك راس حربة اللي تلقاه يدخل يخرج يتبدل البوست تاعو، ما يقعدش حاكم بلاصه واحده، ويجبد معاه لي ديفونسور كي يبدا يتحرك، سواء يماركي لك على الجهه اليمنى ولا على الجهه، واش دخلك انت؟ راس حربة جيبوه نورمال، راه يقدم في اداءات مليحه جيبوه خلاص. نقول لك تما اي، وما نساوش باللي كاين كونكيرون في لي بوست تاعهم، زعما بولبينا و بولبينا وبكرار كاين كيما نقولوا لي كونكيرون، كاين منافسه في المنصب تاعهم، يعني عندنا بزاف لاعبين. بوعناني ما كانش منافسه في الجهه تاعو، هاك جبت بوعناني جناح ايمن، محرز جناح ايمن، حاج موسى جناح ايمن، قبال جناح ايمن، 4 جناح ايمن. والمشكله والمصيبه تلقى اسمه، تلقى رياض محرز اساسي في 2 مباريات وجايب 4. والجهه اللي مليح عندك قويري، عندك تقدر تلعبه كي هو
البوست تاعو هكذا قويري. عندك بالليلي وعندك واسمو عندك عموره، فهم روحك. وشياخه، شياخه كي تشوف بكرة راهو يلعب بالدوري الاوروبي، شياخه راني معاه باش يجي، راني معاه باش يجي بصح. شياخه بونجاح قويري 3 راس حربة. قويري ماروش مليح على قولي، وهو قال بلي راني جبت الاحسن في هذا الوقت. في هذا الوقت قويري ماروش مليح، ما قلتلكش ما تجيبوش، ولكن جبت شياخه تقدر تجيب بكرار او بولبينا. يعني خلينا من خرطي بيتكوفيتش والله. شوفوا خوتي قائمه رائعه بكل صراحه. واش عندك؟ راس حربه هذه اللي مازال راهو يعصص، عندك لاعبين كيما بكرار راهو يقدم في اداءات رائعه، وعندك بولبينا راهو يقدم في اداءات رائعه. هذا ما كان اللي باقي كاع واش جاب ما شاء الله. وتكلمت على القائمه بصح هادو الزوج راس حربه اللي خصنا فريمون صح. راس حربه ما بقاوش حياتنا كاع بونجاح، بقاوش حياتنا 34 سنه اخو، بقاوش نبداو نبدلو شويه. عندك انا قلت لك عيسى مندي يبقى كيما نقولوا في الدفاع، كيما نقولوا ماشي لازم يلعب اساسي. عندك رياض بحرز يبقى، عندك يوسف بالليلي يبقى. هادو تاع خبره تحتاجهم. هذا ما كان، ما تقعدش تخلي هذا وهذا وهذا وتخليهم كاع ومن بعد. هذا واش نقدر نقول لكم في هذا الفيديو خوتي. عطيو رايكم، ما نطولش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.